أماكن مهجورة ومنسية وبدور عليها دايما. أحيانا بيكون خطر الوصول ليها، وأحيانا بحس بالصدمة لما بلاقيها في أماكن غير متوقعة. أهلا بيك من الخيامية في القاهرة، بحييك. وصلنا لمكان قصر قديم، هو كان بيت بس بالنسبة لي قصر، واتبنى في القرن ال11 الهجري، وللأسف هو دلوقتي مهجور، ولكن شكله من بره يبين قد ايه المكان ده كان تحفة في عصره. اللي بناه رضوان بيك الفقاري، أمير الحج المصري. محدش طبعا بيخلد في الدنيا، ورضوان بيه توفى بعد ما ساب لنا المكان اللي انا بتمنى يعني يرجع زي الاول. البيت اللي كان ساكن فيه رضوان بيه اللي احنا بنسميه المقعد اللي ورايا ده، كل ده ممكن نسميه قصر رضوان بيه، المكان اللي احنا واقفين فيه ده. تمام. رضوان بيه توفى سنة 1654 ومدفون هناك جنب الإمام الشافعي. هو طبعا لما توفى ما كانش ليه أي ذرية، وندعي له بالرحمة والمغفرة. تخيل قد ايه المكان ده كان مهم زمان، وقد ايه كان جميل. شكل المشربيات والتصميم والسلاملك ظاهر من هنا. كان المفروض في هنا فناء كبير وجنينة للبيت. انا بقيت من كتر ما بعدي على اماكن شبهه عيني بقت بتتخيل تلقائي شكل البيت ايام زمان، وبتتجاهل اي قبح موجود. واحنا ماشيين كنت متأكد ان المنطقة هنا لسه فيها اسرار تانية، وده اللي اكدهولي حسين لما مشينا شوية ولقينا بيت تاني جميل قوي ناحية حارة القرابية. أصل دي الحارة اللي كانوا بيصنعوا فيها القرب من الجلد اللي كان بيستخدمها السقة. وفجأة وقفت قدام البيت العظيم ده، بيت ما فيهوش غلطة من بره. اللي بناه اهتم بكل تفصيلة فيه. تخيل ان البيت ده اتبنى تقريبا في القرن ال17، يعني لو اتلون بس من بره واهتمينا بيه شوية هنبقى قدام تحفة معمارية مفيش زيها في العالم. البيت اسمه بيت المناديلي. للأسف البيت مهجور هو كمان، ولكن تخيل ان ده شكل بيت عادي موجود في حارة قديمة في القاهرة. تفتكر شكل الناس اللي كانت عايشة هنا، تفكيرهم ولبسهم كان عامل ازاي إذا كان ده المناخ المحيط بيهم؟ الرحلة بتاعتي لسه في بدايتها لاكتشاف كل ما هو مجهول حوالينا من أماكن وعادات وشوارع وحواري وأكل. شارك معايا الرحلة وما تنساش اللايك والشير والفولو.